السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف أمير. على بالي بزاف ماكمش تعرفوا واش طيبوا في الصيف. اليوم جبت لكم وصفة تاع كارانتيطا أو كارانتيكا، يعني كل واحد كيفاش يقولها. وصفة سهلة اقتصادية بسيطة جدا، فيها 4 مكونات فقط، راح نرافقوها مع شربات ولا عصير ليمون بواحد الطريقة من أروع ما يكون. بنة على بنة، خاصة هكذا ديروا ساندويش تاع كارانتيطا ولا كارانتيكا بالحار مع هذيك الشربات. واش نقول لكم، يعني لازم عليكم تجربوها. اذا نمر مباشره لطريقه التحضير. طريقه سهله جدا، حنعطيكم جميع المكونات يعني بالجرام. اللي يحبوا يستعملوا الميزان حنعطيكم مقياس تاع الصينيه المستعمله هكذا باش تجيكم الكارانتيطا تاعكم بزاف بنينه. اذا اول حاجه راح نحكموا هذه الغرفيه صغيره، ولا تقدروا تستعملوا يعني اي كيل نتوما تفضلوه. انا استعملت هذه اللي يعني ترفد لي 150 غرام تاع حمص بودره اللي يكون يعني مطحون، الخاص بالكارانتيتا. الكارانتيتا الكارانتيتا ولا الكارانتيكا، حنا في مصر نقولها كارانتيكا. اذا كما راكم تشوفوا درت وحده تاع حمص بودره، ضفت عليها الملح، يعني عينكم ميزانكم. انا درت حوالي ملعقه صغيره معمرها مليح، شويه تاع كمون، وراح نضيف نص تاع هذاك الكيل زيت. ومن بعد هنا بالنسبه للماء راح نستعمل ثلث عبار تاع ماء، يعني 3 مقاييس تاع ماء كما راكم تشوفوا. نديروا يعني فقط العبار الاول، ونخلطوا البودره تاع الحمص مع الزيت وهذاك الماء والملح ايضا والكمون مليح كما راكم تشوفوا بالفوي، حتى تنتحل معكم يعني كامل هذيك البودره تاع الحمص. ومن بعد راح نضيفوا زوج تاع الكيلات تاع الماء يعني هكذا، ونخلطوه في الاخر. راح نعطيكم ايضا السر باش تجيكم يعني الكارانتيكا تاعكم تجيكم يعني هكذا من الفوق حمراء، وتجي هكذا فيها الفقاعات هذوك، يعني سوا كما اللي تنتباع برا. راح نقول لكم يعني واش يستعملوا اصحاب المحلات هكذا باش تنجحوا كامل في هذه الوصفه. اذا كما راكم تشوفوا هذوما المكونات فقط. استعملنا الماء، بودره الحمص، ملح، كمون، تقدروا انكم ديروش الكمون يعني حتى في الاخر، والزيت. هذا ما كان، هذو هما المكونات تاع الكارانتيكا. والسر باش تنجح معكم كما قلت لكم، لازم عليكم في الاخر تخلطوا هذه المكونات جيدا باستعمال الخلاط الكهربائي. يعني لازم عليكم تستعملوا الخلاط الكهربائي هكذا باش هذاك يعني المزيج تاعكم يجي فيه يعني يجي مزيج رغوي هكذا، تحصلوا على هذه الرغوه. هي سبب ولا سر من اسرار نجاح الكارانتيكا تاعكم. كما راكم تشوفوا حنا نبقى نخلط لمده دقيقتين تقريبا، يعني هكذا راح يساعدنا باش المكونات يتخلطوا مليح، وايضا نتحصلوا على هذيك الرغوه. يعني هذيك الرغوه هي السر من اسرار نجاح الكارانتيكا. نجيبوا هنا الصينيه، راح نخلي لكم مقياس تاعها يعني في صندوق الوصف بالتفصيل مع المكونات. ندخلها للفرن، نخليها تحمى مليح. بالنسبه للفرن يعني ديروه على اعلى درجه. اذا عندكم يعني هذاك الفرن تاع الساعده راح تطيب لكم احسن واحسن. نخلو هذاك الصينيه تاعنا تسخن مليح، يعني بعد ما كنا درنا فيها الزيت. ومن بعد نروحو مباشره نفرغوا فيها هذاك الخليط تاع الكارانتيكا كيما راكم تشوفوا. كما قلت لكم الخلاط الكهربائي هو السر تاع نجاح الكارانتيكا تاعكم. نخلوها طيب، وفي هذا الوقت نروح نحضروا عصير الليمون ولا الشربات اللي راح نترافقوها يعني مع هاد الكارانتيطا تاعكم. كما راكم تشوفوا راح نحتاجوا زوج حبات تاع ليمون فقط. انا استعملت الليمون الاصفر والليمون الاخضر. كنت حكمت هنا حبه تاع ليم خضراء، كنت سكرفشتها ولا رابيتها. ونجيب ايضا حبه تاع ليم اللي تكون صفراء. كما تعرفون الليمون الاصفر والاخضر ماشي كامل كيف، يعني كل واحد والذوق تاعو. بعد ما درنا المبشور تاعهم في اناء، راح نضيف هنا كاس تاع السكر. تقدروا انكم ديروا كاس الا ربع بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف. ومن بعد لازم عليكم تطبقوا هذه المراحل كما راكم تشاهدوا، يعني تحكموا هذاك السكر تاعكم بيديكم، يعني تحاولوا كيفاش يعني هكذا يعني يعني كيما راكم تشوفوا امامكم، يعني هكذا تحاولوا تدخلوا هذاك المبشور تاع الليمون مع السكر. علاش؟ باسكو هذاك القشور تاع الليمون يعني فيهم واحد الماده زيتيه يطلقوا يعني النكهه تاع الليمون في هذاك السكر، ويجيكم منكه يجي من اروع ما يكون. كما راكم تشوفون نحاولوا كيفاش نضغطوا على هذاك السكر مع مبشور الليمون جيدا. ومن بعد نجيبوا هنا العصاره ونعصروا زوج حبات تاع الليم تاعنا اللي كنا يعني سكرفجناهم مع هذاك السكر. تقدروا نتوما يعني تضاعفوا هذه المكونات كل واحد على حساب عدد افراد العائله تاعو. بالنسبه لهذه الكميه راح تخرج لكم حوالي زوج لترات تاع شربات. يعني هذه الشربات تجي بزاف بنينه، ترافقوها هكذا مع الكارانتيكا. ساندويش تاع كارانتيكا مع الحار والشربات هذه واش نقول لكم، بنه على بنه. يعني تاكلوا حاجه نظيفه، حاجه بروبر بزاف بنينه. اذا كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت وعصرت هذاك العصير تاع الليمون، نديرو فوق هذاك السكر. وهنا نجيبوا الخلاط اليدوي ونخلطوا هذه المكونات جيدا. يعني كيما راكم تشوفوا طريقه سهله جدا، ماشي حاجه صعيبه ولا. نخلطوا ومن بعد نروحوا نجيبوا هنايا كاس الا ربع تاع حليب اللي يكون بارد. تقدروا انكم تعوضوه بعلبه تاع ياغورت بذوق الليمون، يعني كل واحد واش يكون عنده في المنزل. لكن الحليب راح يعطيكم ايضا يعني بنه بزاف مليحه، وكانكم راكم تشربوا فيه هذيك الشربات اللي تنتباع برا، لكن هذه الشربات راح تكون صنع منزلي.
وبلا لاسيد سيتريك، يعني مكونات بسيطة، مكونات طبيعية. يعني استعملنا الليمون، الحليب، وراح نضيفوا أيضا الماء اللي يكون بارد مليح من الأفضل، يعني هكذا باش الشربة تاعكم تجيكم باردة. نبقاو هكذا نفرغوا في الماء ونخلطوا باش نعاونوا هذاك السكر انه يذوب. يعني هذه الشربات لازم عليكم تجربوها لانه تجي بزاف بنينه، ننصحكم تجربوها. نبقاو هكذا نخلطوا باش هذاك السكر كامل يذوب. شوفوا هاد الوصفه تاع الكارانتيكا مع الشربات راح تاخذ منكم يعني حوالي 10 دقائق في التحضير تاعهم في زوج. والكارانتيكا كما تعرفوا تبقى طيب في الفرن، بعد تخرجوها وتقدموها مباشره. يعني وصفه صيفيه بامتياز بلا ما توقفوا وقت طويل في الكوزينه بلا والو. وهنا كما راكم تشوفوا الشربات في الاخير راح نفوتوا عليها البرا ميكسر باش هذاك المبشور تاع الليمون يترحى كامل ويزيد يعطينا بنه واحده اخرى كامل. اذا هنا الكارانتيكا تاعنا كيما راكم تشوفوا راهي قربت الطيب. هنايا راهي طابت من تحت، شعلنا عليها من فوق نخلوها تحمر مليح. ومن بعد نروح نقدموها مع هذيك الشربات بعد ما نكونوا صفيناها، يعني باش نتخلصوا من هذاك مبشور الليمون. وكما راكم تشوفوا يعني الصوره راهي واضحه امامكم. بلاطه كارانتيكا بزاف هايل. تقدروا انكم تضعفوا المقادير كما قلت لكم تاع الشربات وتاع الكارانتيكا. راح نخلي لكم في صندوق الوصف جميع التفاصيل، مقياس تاع الصينيه، الكيل شحال يرفد، وايضا يعني نتوما شحال تقدروا ديروا. راح نجيب هنايا خبز كان حامي يعني جديد من الكوشه، وندير فيه كارانتيكا وهذاك الشربات يعني بدنا على بدنا. شوفوا هضرت بزاف اليوم في هذا الفيديو على بالي، لكن يعني قد ما نهضر ما نقدرش نوصف لكم البنه تاع هذه الكارانتيكا شحال بنينه. كما شفتوا فيها 4 مكونات فقط، بلا طغنجيق، بلا هذاك البيض، بلا حليب بودره، بلا يعني كارانتيكا هذه الوصفه الاصليه تاعها. ننصحكم تجربوها وتطبقوا جميع المراحل والخطوات وتنجحوا فيها باذن الله تعالى. اذا كما راكم تشوفوا كانت هذه الوصفه نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش انكم تشاركوها مع اصدقائكم صديقاتكم لتعم الفائده. نلتقي ان شاء الله في وصفات لاحقه. مع السلامه.